أهلا بيكم من تاني في بين السطور. عمرك قابلت حد بيضحك في وشك بس جواه نية تانية خالص؟ حد بيعرف يتلاعب بالكلام، بيخليك تعمل اللي هو عايزه من غير ما تاخد بالك. كتاب محاط بالمرضى النفسيين بيكشف لك العالم المظلم للأشخاص اللي بيتقنوا فن التلاعب. لو حابب تعرف ازاي تكشفهم وتحصن نفسك منهم، كمل الفيديو. ايه هو الاختلال النفسي؟ توماس إريكسون في البداية بيقول ان كلمة مريض نفسي ناس كتير بتفهمها غلط. احنا مش بنتكلم عن اي حد عصبي او مزاجه متقلب، لا، هو بيتكلم عن نوع محدد جدا، الشخص المختل نفسيا او السايكوباثي. الشخص ده مش لازم يبقى مجرم قاتل زي ما بنشوف في الافلام، بالعكس ساعات تلاقيه لابس شيك بيتكلم بذوق وكأنه طبيعي جدا، بس جواه في حاجة مفقودة، التعاطف. يعني ببساطة مش بيحس بغيره ومش فارق معاه مشاعر الناس. ايه اللي بيميزه؟ عنده قدرة رهيبة على التلاعب، بيعرف يقرأ الناس كويس جدا ويعرف نقاط ضعفهم. بيستخدم الكلام والابتسامة عشان يخليك تثق فيهم، وبعدها يبدأ يستغلك. ما عندوش إحساس بالذنب حتى لو دمر حد. الكاتب كمان بيقول إن الاختلال النفسي مش مرض بيتعالج بالأدوية أو الجلسات، دي شخصية كاملة مبنية على السيطرة والأنانية. يعني لو تعاملت مع شخص كده لازم تكون فاهم مين قدامك، وإلا هتتسحب في لعبته من غير ما تحس. الخلاصة إن الاختلال النفسي مش مجرد كلمة، ده نمط شخصية خطير، واللي يخوف فعلا إن الناس دي عايشة وسطنا وممكن نقابلهم كل يوم من غير ما ناخد بالنا. طيب ايه هو شكل التلاعب؟ التلاعب مش دايما بيبان بشكل مباشر، اوقات بيكون ناعم جدا لدرجة انك ما تاخدش بالك انك واقع في فخه. ازاي بيبان؟ اللعب على العاطفة، بيخليك تحس بالذنب لو ما عملتش اللي هو عايزه، زي بعد كل اللي عملته عشانك هتكسفني كده. بيغرقك بالمدح والمجاملات وعشان كده انت بتثق فيه، وبعدين يبدأ يستخدم ده ضدك. تالت حاجة تشكيك في نفسك، يقلب الحقائق ويخليك تحس انك انت ايه اللي غلطان او حتى مجنون. رابع حاجة استخدام الخوف او التهديد الناعم، مش لازم تهديد مباشر، ممكن يكون جملة كده تخليك قلقان لو مش ماشي على مزاجه. خامس حاجة إغراقك بالمعلومات أو الحاجات، بيتكلم بسرعة وبحاجات كتير لدرجة إنك تتلخبط وما تعرفش ترد عليه. الخلاصة إن التلاعب مش معناه حد بيزعق أو بيفرض نفسه، بالعكس أوقات بيكون في صورة كلام لطيف أو تصرفات صغيرة بتخليك تتحرك في الاتجاه اللي هو عايزه من غير ما تحس. تعالى اديلك مثال على التلاعب. تخيل كده انك عندك صاحب دايما يقولك انت اكتر واحد بحبه وقريب منه، مفيش غيرك بيفهمني، بس بصراحة زعلت لما ما وقفتش جنبي امبارح. الجملة دي شكلها بريء، بس الحقيقة انها بتحطك في زاوية الذنب عشان تعمل اللي هو عايزه المرة الجاية. او مثلا في الشغل مديرك يجي يقولك انا واثق انك اشطر حد في الفريق، عشان كده محتاجة تكمل الشغل الاضافي ده، مش معقول تكسفني. شايف ازاي بدأها بمدح وبعدها ربطه بحاجة لمصلحته؟ التلاعب بيبان كده، مدح زائد احساس بالذنب او قلب الحقائق، بيخليك تشك في نفسك وفي الاخر تلاقي نفسك بتعمل اللي هم عايزينه من غير ما تاخد بالك انك اتدفعت ناحية الفخ. الخلاصة التلاعب مش لازم يكون صريح، ممكن يجي في صورة حب او مجاملة او حتى اهتمام مبالغ فيه. توماس إريكسون كان بيكلمنا عن الأربع أنماط في الشخصيات، واتكلمنا إيه هو صفاتهم وإيه العيوب بتاعتهم ومميزاتهم. هنا في الكتاب ده بيقولك إزاي المختل يقدر يتلاعب بالأشخاص دي. بالنسبة للشخص الأحمر، الشخصية الحمراء بتحب السيطرة والسلطة والإنجاز والسرعة، فالمختل النفسي بيدخل من الباب ده بالظبط. المدح في قوته وقيادته بيخليه يحس إنه القائد أو الأذكى، مثلا يقول له من غيرك الشغل ده ما كانش هيمشي، انت الوحيد اللي عارف تتصرف كده. بيضرب على نقطة ضعفه اللي هي غروره. تاني حاجة استفزازه بالتحدي، الأحمر بيكره يحس إنه اتغلب أو ضعيف. المختل ممكن يرمي جملة زي مش متأكد إنك هتعرف تنقذ ده في الوقت ده، فالأحمر بيتحمس يثبت نفسه ويدخل في الفخ. تالت حاجة تغذيته بالسلطة المزيفة، بيخليه يفتكر إنه صاحب القرار مع إن المختل هو اللي بيحركه من وراء الكواليس. ورابع حاجة اللعب على سرعته، يعني الأحمر بيتصرف بسرعة ما بيحبش يضيع وقت، المختل بيستغل ده وبيمرر قراراته أو عقود أو طلبات من غير ما يدي فرصة للتفكير العميق. الخلاصة المختل النفسي بيعرف يدخل للشخص الأحمر من باب غروره وحبه للسيطرة، فيخليه يحسه إنه الزعيم، بينما هو في الحقيقة بيتسحب في اللعبة وهو مش واخد. طب ازاي المختلف بيتلعب على الاصفر؟ الشخص الاصفر نقطة ضعفه واضحة، حبه للانتباه والعلاقات الاجتماعية والكلام الحلو. المختل بيدخله من الباب ده بالظبط، الاغراق بالمجاملات والمدح. الاصفر بيعشق الناس اللي بتمدحه، المختل يديه جرعة مديح كبيرة عشان يكسب ثقته بسرعة، مثلا انت اروع شخص قابلته، وجودك ينور اي مكان. تاني حاجة مشاركته في المتعة، يعرف ان الاصفر يحب الضحك والمغامرات، فيعرض عليه افكار او خروجات مسلية فيخليه يربط وجوده بالمتعة. تالت حاجة استغلال خوفه من الملل أو العزلة، لو الأصفر فكر يبعد، المختل يلمح إنه هيخسر الونس أو الشلة فيرجع تاني. رابع حاجة اللعب على عاطفته، الأصفر طيب وحساس فبيستغل ده بجمل زي
كنت فاكر إنك أكتر واحد يفهمني، طلعت غلطان، فيخليه يحس بالذنب. خامس حاجة، استغلال اندفاعه. الأصفر بيتحمس بسرعة ويدخل أي فكرة جديدة من غير تفكير طويل. المختل بيزرع قرار أو طلب في لحظة الحماس وخلاص على كده. الخلاصة، المختل بيسيطر على الأصفر من خلال الكلام الحلو، المتعة، الإحساس بالذنب، يخليه دايما حاسس إنه محتاج وجوده، وده أخطر فخ. طب ازاي المختل بيتلعب على الأخضر؟ الأخضر نقاط ضعفه إنه بيحب السلام والراحة ويبعد عن المشاكل، فالمختل بيعرف يدخل من هنا. اللعب على كرهه للمواجهة. الأخضر ما بيحبش يزعل حد، فبيستغل ده ويضغط عليه لحد ما يقول ماشي عشان يخلص. تاني حاجة، تخويفه من فقدان الاستقرار. جملة زي لو ما عملتش كده كل حاجة هتتلخبط تخليه يرضخ عشان يحافظ على الهدوء. تالت حاجة، استخدام صوته العالي أو العصبية. الأخضر بيتوتر من العصبية، فالمختل يرفع صوته أو يظهر غضب بسيط فيسكت الأخضر ويستسلم. رابع حاجة، اقناعه إنه مش فارق. المختل يخليه يحس إن رأيه مش مهم وإن الموضوع بسيط فيتنازل من غير نقاش. أما بالنسبة للأزرق، الأزرق بيحب النظام وقوانين والدقة، ونقطة ضعفه إنه ساعات بيغرق في التفاصيل لدرجة ينسى الصورة الكبيرة. المختل بيستغل ده كالتالي. أول حاجة، اللعب على خوفه من الغلط. الأزرق ما بيحبش يغلط أو يتحاسب، فالمختل بيهدده ضمنيا لو ما عملتش كده هتكون النتيجة سيئة عليك. تاني حاجة، إقناعه بالقوانين المزيفة. بيخترع قواعد أو يقول دي الطريقة الرسمية، والأزرق بيصدق لأنه بيحترموا القوانين والنظام. ازاي نحمي نفسنا؟ دفاعية ضد المختلين نفسيا. ريكسون هنا بيقول ان اول خطوة للحماية هي انك تعرف ان الشخص اللي قدامك مختل نفسي. ليه؟ لان اكبر سلاح بيستخدموه ضدنا هو اننا ما نصدقش انهم موجودين. تلاقي نفسك تقول مستحيل يكون في حد بيعمل كده عن قصد، بس الحقيقة هو بيعمل كده عن قصد. طيب ازاي تدافع عن نفسك؟ خليك واعي لاشارات الخطر. لو لقيت حد دايما بيحاول يستغلك او يحسسك بالذنب عشان يعمل اللي هو عايزه، دي علامة خطر. حط حدود واضحة. المختلين بيكرهوا الحدود، يعني لما تقول لا بوضوح ده بيوقف لعبتهم. تالت حاجة، ما تدخلش لعبة النقاش معاهم. هما شاطرين جدا في قلب الحقائق وتدوير الكلام. كل ما تناقشهم كتير كل ما تقع في فخهم اكتر وفي شباكهم. رابع حاجة، اعتمد على الفعل مش الكلام. بدل ما تحاول تبرر وتثبت انك صح، خليك واضح في افعالك وقراراتك. خامس حاجة، حصن نفسك عاطفيا. المختل النفسي بيعتمد انه يضغط على مشاعرك. لو قدرت تتحكم في ردود افعالك وتخليها هادية هتقلل فرصة ان هو يسيطر عليك. الخلاصة، المختلين نفسيا مش هتقدر تغيرهم أو تعالجهم. الحل الوحيد هو إنك تكون واعي وتعرف تحمي نفسك بحدود قوية ووعي أكبر. أقوى وسيلة تحمي بيها نفسك من المختل النفسي هي ما تدخلش لعبته من الأساس. ما تحاولش تصلحه لأن هو مش شايف نفسه غلطان. قلل احتكاكك معاه لأقصى درجة وخلي العلاقة سطحية وضرورية بس. ما تكشفش أسرارك أو نقاط ضعفك لأنها هتتحول لسلاح ضدك. لو تقدر تبعد تماما ابعد. الهروب هنا مش ضعف، ده ذكاء. الخلاصة، التجنب هو خط دفاعك الأول والأقوى. في النهاية الكلام مش مجرد لعبة كلام، ده أداة خطيرة بيستخدمها المختل النفسي علشان يسيطر. مرة يخليك مبسوط، مرة يخليك مذنب، مرة تايه بين الحقيقة والخيال. خط الدفاع الوحيد هو الوعي. تعرف الأساليب، تحط حدود، وما تديش مفتاح ضعفك لحد. لو حاسس إنك دايما بتقع في نفس الدايرة، افتكر الهروب مش ضعف، الهروب ذكاء. لو عايز تعرف أكتر وتبني حصانة ضد أي تلاعب، تابع السلسلة دي واكتب لي في الكومنت عايز نلخص ايه المرة الجاية. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب.